ولعل يبان مبالغ فيه، لكن حقيقي أن الدستور الأمريكي كتب خوفا من الجزائر، وهذه موثقة. أنت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. شوف واسمع، الششائر كتخلع. الدستور الأمريكي كتب الدستور ديالو خوفا من الششاير. ايوا سمعتولي، هي الششاير ولا تخوف وتخلع من شحال هادي وهي كتخلع الناس. كما سمعتو، الششائر كتخلع. امريكا كامله خلعتها وكتبت في الدستور خلوعه من الششائر. اليوم المغرب نقطة أو قطرة في إناء سيشربها الهواء، يعني حتى قراراتها لم تعد سيادية على المستوى الإفريقي، حتى الإجراءات التي تقوم بها غير استراتيجية، يعني تهويل وتشويش. الجزائر مواقفها ثابتة أمام العالم، وكل العالم شاهد على ذلك. الثقل القاري والثقل العالمي التي تحظى به الدولة الجزائرية. هذه راه برلمانية هكاوية. شوف شنو كتقول على المغرب، ما ردوش عليها احنا المغاربه، نخليو برلماني مصري يرد عليها. كافيها واقع، واللي اثبت لنا كل المواقف الفتره اللي فاتت بتثبت لنا لا ان المغرب الاقوى جوه الاتحاد الافريقي الفتره الاخيره. ايوا سمعتي الهكاويه؟ يا ربي مع من جاورتينا، يا ربي يا ربي سيدي، اش هاد العالم الاخر اللي جاورتينا معاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي الاعلام دولة هوكستان جايب شي هضره ما عرفتش منين، قال لك نحو سحب كأس افريقيا 2025 من المغرب، والكاف في ورطه. قال لك المغرب غير مستعد لهذا العرس الافريقي الكروي، ما عندنا لا ملاعب لا فنادق لا طرق لا حتى شي حاجه، ما مجهزين حتى شي حاجه. اعلام الهكاوي شاد غير في المغرب، ما عنده حتى شي حاجه اخرى من غير المغرب. روبورتاجات وبرامج فين ما تمشي تلقى المغرب، المخزن، الحكم الذاتي. لا اله الا الله. غنطردقوا ليهم المراره ديالهم غتطرطق، وجيب هي فمو وقول خرجوا من جنب من هذا الجنب وكيخرجوا من هذا الجنب الاخر. ما نقولش لكم حلقه شيقه تستحق المشاهده. ما تنساوش اختكم منى من اللايك ديالكم، الكومونتيرات كيفهموني، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما نطولش عليكم، ندخلوا مباشره لحلقه اليوم. نبداو بسم الله. قبل أشهر قليلة من انطلاق النسخة 35 من كأس إفريقيا، يطرح تنظيم المغرب للعرس الكروي الكثير من التساؤلات والأقاويل بعد التقدم الشبه المنعدم في الأشغال المتعلقة بالملاعب والمنشآت، يضاف إليها منع الصحافة المحلية من تغطية سيرورة الأشغال والملاعب والمنشآت المعنية بالتنظيم للحدث الأهم في القارة. وحتى أهل الدار في حيرة ولا يكادون يصدقون تنظيم عرس قاري، ووتيرة الأشغال تسير أبطأ من السلحفاة. دابا هادشي اللي كتشوفوا من ورايا الخوت هذا هو ملعب مولاي الحسن. دابا هذا الملعب هذا شكون غيلعب فيه؟ غيلعب فيه المنتخب الجزائري الشقيق. انا بكل صراحه راه بحالي بحالكم كنتسائل كيفاش غيكون هذا الملعب، حيت الى حدود الساعه شوفوا كي داير، ما كاين والو. احنا اليوم 29 جونفي بالمناسبه. أزيد من عام كامل عن إعلان المغرب كبلد مستضيف للكأس، وقبل 9 أشهر من التسليم النهائي للملاعب المستضيفة للمسابقة، وأدنى الشروط لم تستوفي جميع المعايير المطلوبة لاستضافة حدث قاري من ملاعب وسائل نقل وإقامة. المغرب الذي يكرر ما قام به قبل 10 سنوات عندما فاز بتنظيم كان 2015، إلا أن تعنته وعدم جاهزيته أدى لانسحابه متحججا بفيروس إيبولا. أما اليوم فلا حجة لديه لأنه أظهر ضعف بنيته التحتية. أسئلة تراود عشاق الكرة الإفريقية: كيف يمكن تجهيز ملاعب سعتها لا تتعدى أصغر ملعب في الجزائر في ظرف 8 أشهر فقط؟ كيف ستتعامل الكاف مع احتمال الانسحاب المنتظر للمغرب من احتضان الكان؟ بالمقابل بلد جاهز ملاعبا، فنادقا ومطارات وملاعب تدريبات لاحتضان مباريات في كأس العالم
وليس فقط في داخل القارة السمراء. الجواب سيكون خارج إطار السؤال. الجزائر عملاق جاهز، والمغرب منشأة صغيرة تحدت الكبار بالرشوة والمحسوبية داخل أورقة الهيئة القارية. قناة فرنسية قال لك سيسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم كأس إفريقيا من المغرب. هادشي اللي قال لك كتقولوا واحد القناة فرنسية، ولكن هاد الفيديو كامل مفبرك وهاد الهضره كلها مفبركه. خوتي راكم عارفين شكون اللي كيفبرك هاد الهضره، شكون اللي باغي يطيح بالسمعه ديال المغرب بان حنا غير جاهزين غير مستعدين لهاد الحفل الكروي الافريقي. نخليكم تشوفوا الحقيقه ديال هاد الفيديو ونعاودوا نرجعوا. أهلا بكم إلى فقرة حقيقة أم فبركة. هل سيتم سحب تنظيم كأس إفريقيا 2025 من المغرب؟ هو تساؤل انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حسابات ادعت عدم جاهزية المغرب لاستضافة هذا الحدث الرياضي، وتحديدا مع اقتراب موعد تنظيم هذه البطولة ديسمبر المقبل. استند مستخدمون في ادعاءاتهم على هذا الفيديو تحديدا هنا المنسوب لقناة فرانس 24 الفرنسية تحديدا، ويظهر فيه مذيع النشرة الرياضية لينقل خبرا مفاده أن الاتحاد الإفريقي قد يسحب تنظيم كأس إفريقيا من المغرب بسبب عدم جاهزيته. بالتزامن مع هذا الادعاء نشر ذات المستخدم هذا المقال هنا المنسوب هذه المرة لصحيفة فوت أفريكا، ونرى هذا المقال أيضا يصب في ذات الاتجاه، وعنوانه يتساءل: هل نتجه نحو سحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا من المغرب؟ الاتحاد الإفريقي يتعرض لضغوط، لكن هذه الادعاءات مضللة. بداية الفيديو المتداول هنا الذي نرى لقطة له في الأعلى والمنسوب لقناة فرانس 24 مفبرك. للوهلة الأولى يبدو المقطع شبيها بنشرات فرانس 24 الرياضية من حيث الديكور والألوان وحتى شعار القناة، لكن فيه عيوب. لاحظوا معي مثلا أن الخط المستخدم هنا في الأعلى في الفيديو المفبرك في صياغة العنوان يختلف عن الخط المستخدم هنا في فيديو حقيقي لفرانس 24، وهناك أيضا اختلاف في أسلوب الكتابة. أيضا بالتدقيق في الصوت، إذا لنشاهد مجددا هذا الفيديو، إذا دققنا في الصوت المنسوب للمذيع نلاحظ بأنه آلي بعض الشيء وحركة الشفاه غير طبيعية، ما يؤكد أن هذا الفيديو مفبرك وتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك المقطع الأصلي موجود هنا على حساب قناة فرانس 24 على يوتيوب، وهذا الفيديو منشور كان في 28 من يناير الماضي، ويحمل عنوان كأس الإفريقية القرعة النهائية، ويظهر الفيديو حلقة من حول أخبار كأس إفريقيا لكرة القدم. وفي المقطع الأصلي لم يأتي المذيع على ذكر خبر كهذا ولا أثر له على موقع أو حسابات القناة على الإنترنت. أما بالنسبة للمقال المنسوب لصحيفة فوت أفريكا حول إمكانية سحب تنظيم كأس إفريقيا من المغرب فهو أيضا مفبرك. لم نعثر على هذا المقال المزعوم على موقع القناة، وآخر مقال حول كأس إفريقيا يعود كما نرى هنا ل16 من فبراير، ويتداول استعداد المغرب لإطلاق تطبيق لدعم المشجعين خلال البطولة. أيضا كذب الموقع نفسه على حسابه على منصة إكس هذا الخبر ونشر مقال يحمل هكذا أخبار مضللة. بكل حال لا يوجد ما يدل على اتخاذ أي قرار من قبل الاتحاد الإفريقي، قرار بشأن سحب محتمل لتنظيم كأس الإفريقية من المغرب على أي حال. خوتي جينا لنهاية الفيديو، نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، ونتمنى ايضا نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش تكمونا من لايك ديالكم، واللي ما مشترك في القناه يشترك باش يوصلوا كل جديد. وخوتي البارطاج واللي لايك على اوسع نطاق باش هاد القناه ان شاء الله بفضل الله وفضلكم تزيد القدام. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم بالف خير، مع السلامه.